ازيكم عاملين ايه؟ يا رب بخير. أم، ده الفلوج التاني. اما وصلت تركيا ووصلت مطار تركيا وركبت طيارة سول. طبعا كان حصل مشاكل كتير ان الطيارة اتأخرت حوالي 4 ساعات، واضطريت بسبب التأخير ده ان انا اقعد في مطار سول. اما وصلت حوالي 4 ساعات. But you're my favorite person in the world. Still rocking number one. And let's just go hold. Let's just go hold. Let's just go hold. اول ما وصلت مطار تركيا انا بجد كنت مصدومة من حجم المطار، ان هو كان كبير جدا جدا جدا، لدرجة ان انا كنت خايفة اتوه او ان انا تهت فعلا. يعني قعدت ادخل في اماكن كده غريبة انا مش فاهماها، وقعدت اسأل كتير جدا لغاية ما وصلت للبوابة اللي انا مفروض هروح منها للطيارة. And in 2082, we'll be living on the moon. واخيرا وبعد طول انتظار جه وقت ان انا هركب الطيارة لسول. كان احساس حلو قوي الصراحة، احساس مختلف بالرغم ان انا كنت تعبانة جدا وعطشانة جدا وجعانة جدا. بس كنت مبسوطة قوي بصراحة اني عملت المغامرة دي لوحدي والأول مرة في حياتي. طبعا ما عرفتش اقعد جنب الشباك المرة دي للأسف. حاولت اصور جزء كده صغير، عشان انا كنت قاعدة في النص وكان جنبي ناس. ف يعني حاولت اصور من اللايف اللي بيبقى موجود في الشاشة بتاعت الطيارة اللي موجودة قدامي علشان اشوف السحاب. كان نفسي اشوف السماء قوي، بس هم اصلا كده كده كانوا قافلين الشباك بتاع الطيارة طول الرحلة. دي كانت اول وجبة فطار. الصراحة كانت وحشة جدا وانا ما قدرتش اكلها. الحاجات اللي هم ادوها لنا في الطيارة كانت حاجات بسيطة كده، شبشب سليبر و... وبتاعت العينين دي عشان لو هتنام، وكان معجون وليب بالم وفرشة أسنان. أنا ما خدتش الحاجات دي، أنا بس خدت فرشة الأسنان والمعجون والليب بالم عشان كان حلو الصراحة، بس وسبت الحاجة مكانها يعني. دي كانت وجبة الغدا. الصراحة كانت حلوة جدا جدا جدا، وكنت مستمتعة بصراحة وأنا باكلها. أنا الحمد لله كنت وصلت مطار سول. قد ايه كل حاجة كانت جميلة ومنظمة وان انا اصلا ما كنتش مصدقة ان انا وصلت للحظة دي، وان انا وصلت لكوريا لوحدي. احساس حلو بس كان صعب، لان انا يعني ما كنتش فاهمة كل حاجة قوي، يعني ما كنتش عارفة اتحرك ازاي، بس الحمد لله ربنا يسترها وقدرت ان انا امشي لوحدي واسأل واتحرك. ولازم مع الوقت نتعود ان احنا نتأقلم مع الحياة الجديدة اللي احنا داخلينها. طالما احنا ناويين ان احنا نبدأ حاجة جديدة لازم نتعامل. فالحمد لله ان كل حاجة كانت سهلة وعدت على خير. هنا خلاص كنت اخدت الشنط وبحاول اشوف هغير فلوسي منين علشان اقدر اتصرف واركب القطر والمترو اللي كان هيوصلني للكي تي اكس، وكان المفروض اركب كي تي اكس عشان انا رايحة بوسان مش هقعد في سول. طبعا وصلت متأخر وكان المفروض ان انا ابات في المطار، فعشان كده كنت محتاسة شوية بالشنط يعني، بس الحمد لله. هنا كنت خلاص نازلة عشان اغير الفلوس. الحمد لله غيرتها،
وبعدين اتحركنا علشان نروح للمترو. Never believed in the wine, but baby, if I did. الشنط بجد كانت مبهدلاني وكانت تقيلة جدا، مع اني ما كنتش واخدة حاجات كتير، بس كانت تقيلة قوي. طبعا ما كانش في حد في المطار الا احنا، الحمد لله. لا، كان في ناس بس ما كانوش كتير. وانا هنا كنت رايحة ادور على مية عشان بجد بجد كنت هموت من العطش، وللأسف ما كانش فيه مية، ما كانش شغالة. آه وما كنتش لاقية مكان اشتري منه مية خالص، فتحملت العطش لحد ما الحمد لله لقيت حاجة، يعني مكان زي ده شغال وفي مية، فروحت الحمد لله اشرب. الحمد لله ما متش. هنا كنت خلاص تأقلمت ان انا هبات في المطار، فاخدت وضعي بقى ان انا خلاص هنام يعني. عشان كنت تعبانة جدا. ما نمتش اكيد، بس يعني حاولت اريح شوية علشان السفر حوالي كان 13 ساعة، فكان الموضوع صعب قوي ان انا كمان ابات في المطار لحد الصبح. هنا خلاص الحمد لله كنت ركبت المترو اللي هيوصلني لسول ستيشن، اللي هي محطة سول، عشان اركب كي تي اكس. طبعا الكي تي اكس اتبهدلت فيه جدا وقاعدة بالشنط، بس الحمد لله يعني ربنا ستر. وبس ده كان فلوج النهاردة ويا رب يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في الفلوج الجاي، ويا رب تحققوا كل اللي نفسكوا فيه، وكل اللي نفسه يجي كوريا تسمح له الفرصة، وربنا يوفقه ويجي ان شاء الله، ويجي ان شاء الله.